اللهم ارفع الحصار عن إخواننا، لا تعتاد المشهد، تضامن واستمر في المقاطعة. السلام عليكم وأهلا بيكم. بشكل رسمي أعلنت شبكة تلفزيون الحياة عن قائمة المسلسلات اللي هتتذاع في شهر رمضان 2024، واللي هتكون مكونة من 3 مسلسلات من فئة 30 حلقة و4 مسلسلات مكونة من 15 حلقة فقط. واحنا في فيديو النهاردة هنتعرف على قائمة المسلسلات اللي هتتذاع على شبكة قنوات الحياة. بس قبل ما نبدأ في تفاصيل الفيديو، لو انت أول مرة تشوفنا ياريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك للفيديو، ويلا بينا. أهلا بيكم مرة تانية. أول مسلسل هيكون موجود معانا في قائمة المسلسلات اللي هتتذاع على شبكة تلفزيون الحياة هو مسلسل صدفة، اللي هيكون من بطولة الفنانة ريهام حجاج، واللي بتقدم في المسلسل دور جديد ومختلف عن الأدوار اللي بتقدمها كل سنة. والمسلسل من نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية، وهيشارك معاها في المسلسل مجموعة من النجوم، وعلى رأسهم الفنان خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب. والمسلسل هيكون مكون من 30 حلقة. تاني مسلسل معانا هو مسلسل صيد العقارب، اللي هيكون من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وهيشارك معاها في بطولة المسلسل الفنانين رياض الخولي والفنان محمد علاء. والمسلسل بتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي عن شخصية ليلى، اللي بتكون امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، وبتتعرض لأزمات مالية كبيرة بتخليها تدخل في صراع كبير مع رجال الأعمال اللي بيحاولوا يستغلوها. والمسلسل هيكون مكون من 30 حلقة. وتالت مسلسل معانا هو مسلسل جودة، اللي هيكون من بطولة الفنان ياسر جلال، واللي تم تغيير اسم المسلسل من ألف ليلة وليلة لاسم جودة. والمسلسل بتدور أحداثه في إطار اجتماعي تاريخي، واللي بيحكي عن قصة الملك شهريار، وبيكشف عن أصل الحكاية والعقدة اللي بيعاني منها وإيه السبب اللي وصله لكده. والمسلسل هيشارك فيه مجموعة من النجوم، منهم وفاء عامر وياسمين رئيس وأحمد بدير، وهيكون مكون من 15 حلقة. رابع مسلسل معانا هو مسلسل محارب، اللي هيكون من بطولة الفنان حسن الرداد، وده هيكون من ضمن المسلسلات المشتركة اللي بيتم عرضها على قنوات تانية ضمن قنوات المتحدة. والمسلسل هيكون من نوعية مسلسلات الدراما الشعبية، وهيشارك في بطولته الفنانين ماجد المصري وتامر عبد المنعم وكريم عفيفي. والمسلسل هيكون مكون من 30 حلقة. وخامس مسلسل معانا هو مسلسل سر إلهي، اللي هيكون من بطولة الفنانة روجينا، وهيكون ضمن المسلسلات المشتركة، وهيشارك معاها في البطولة الفنانين محمد ثروت ورنا رئيس ونهى عابدين. والمسلسل هيكون مكون من 15 حلقة. وسادس مسلسل معانا هو مسلسل فراولة، اللي هيكون من بطولة الفنانة نيللي كريم، والمسلسل هيكون من نوعية المسلسلات الكوميدية، واللي هيشارك معاها في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم الفنان أحمد فهيم وشيماء سيف وعلا رشدي. والمسلسل هيكون مكون من 15 حلقة. وآخر مسلسل معانا في القائمة هو مسلسل مليحة، اللي هيكون من بطولة النجمة ميرفت أمين، وهيشارك معاها في المسلسل الفنانين دياب وأشرف زكي وحنان سليمان. والمسلسل هيكون من نوعية مسلسلات الدراما التشويقية. والمسلسل هيناقش القضية الفلسطينية، وهيحكي عن الأزمات والصراعات اللي بيتعرض ليها الفلسطينيين اللي بيحاولوا يرجعوا بلدهم تاني، بس بيقابلوا كتير من المشاكل، وده اللي هنشوفه من خلال أحداث المسلسل. والمسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وهيتذاع في النص التاني من شهر رمضان 2024. وكده يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ما تنساش تقول لنا رأيك في كومنت، وايه المسلسلات اللي انت متحمس تشوفها. ويا رب ما نكونش طولنا عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.